الفيلم ديالنا كيبدا في 2027 وراه الوضع كحل بزاف. تصور معايا 18 عام بلا حتى بيبي، العيالات ما بقاوش قادرين يولدوا، والاطباء كيسبقوا الميم وكيقولوا ما عارفينش اش واقع. البشريه مهدده بالانقراض والعالم ولا فوضى كبيره، الناس كلها ساخطه، دول كيطيحوا واحد بواحد. الافارقه والناس ديال اوروبا الشرقيه كيهربوا لاي بلاد غنيه فيها طرف الخبز، بلا ما نهضروا على المغرب هذاك الشيء صافي مفروغ منه. والبريطانيا فين كاين الفيلم ولا الدوله بوليسيه ديال بصح، البوليس كيجري وكيقلب على كاع اللي ما عندوش الوراق، كاع الحراقات يدخلهم للحبس. هذا الفيلم ديال الخيال العلمي والتشويق غادي يدوخ لكم الراس، وبقاو معايا صافي فاهمين. تبدا الفيلم ديالنا بواحد الخبر غيسكت العالم كله. اصغر مواطن في الدنيا سميتو بيبي دييغو مات، كان عنده 18 عام وعنده شعبيه كبيره بحال شي انفلونسور، ولكن مات على يد معجب كان باغي الاوتوغراف ديالو وما عطاهش. كلشي نزل عليه الحزن، وفي وسط هذا الحزن كيدخل البطل ديالنا تيو فارون داخل الكافي وما مهتم بلا خبر بلا جمهور. خرج من الكافي ويزيد شويه ديال الشرب على القهوه ديالو، ولكن غير خرج بوم انفرجت واحد القنبله. قالوا بان المسؤولين على هذا الانفجار هي مجموعه سريه سميتها الفيشرز. تيو تصدم وهصاك ومشى للدار بكري، وقال الرئيس ديالو في الشغل انه مخلوع من الموت ديال بيبي دييغو، ولكن في الحقيقه مشى عند صاحبه غاسبير اللي ساكن في واحد الدار وسط الغابه مع مرته اللي مريضه وما كتحركش، ضرايف وعارف بزاف د الحوايج على العالم. الغد ليه وسط الزحام ديال المدينه تيو تخطف شي رجاله داروا وسط الكاميو، ولكن مفاجاه كبيره كتسناه. اللي اختطفوه هما العصابه ديال الفيشز اللي تيتقاتلوا على الحقوق ديال الحراقه. وشنو هي الصدمه اللي كبر؟ الرئيسه ديال العصابه هي جوليان مراته القديمه. شحال هادي باش كانوا متزوجين، ولكن بعد ما ولدهم الوحيد مات بسبب الوباء ديال الانفلونزا علاقتهم انهارت. جوليان اول حاجه غتقول ليه هي ان الفيشرز ما كانوش مسؤولين على التفجير الكافي اللي وقع البارح، ولكن واحد من افراد المجموعه غيغضب وغيقول لهم الحكومه هي اللي فجرت الكافي باش تخلق الكراهيه تجاه الفيشرز. جوليان كتعرض عليه مهمه كبيره، خصو يجيب اوراق مزوره واحد الحراقه سميتها كي وكيقول مع راسو واش حنا في شي فيلم بوليسي ولا شنو، ولكن كيقول على قبل العشره باقي كيبغي جوليان. تما غيمشي عند واحد ولد عمو خدام في الحكومه وغيدبر على الاوراق، ولكن بشرط خص تيو يكون مع الحراقه. من هنا الفيلم غيدخل في واحد المرحله ديال التشويق الكلاسيكي، طريق طويل، مطاردات، جوليان غتموت في واحد الهجوم المسلح والناس غيبداو يتخلعوا. في اللحظه اللي تيطلع عليها هادشي كامل في الراس غيكتشف الحقيقه كي حامله. والله شوفوا معايا المفاجاه، 18 عام بلا ولاده وهذه طالعه حامله في الطوموبيل. تيو مصدوم وتقول كيفاش، مي غيقول مع راسو واخا تصدم على الموت ديال جيليان بين يديه والاحداث كامل اللي طرات ليه، خصو يصبر على هادشي كامل اللي طاري ليه ويحميكي باي ثمن. الجروب كيتجمع باش يقرروا شنو يديروا، وتيو يقول خصنا نعلنوا الحلم ديالها للعالم كامل، ولكن الفيشرز كيعارضوه حيت كيقولوا بان الحكومه باغي تستغلها هي والبيبي ديالها لمصالحهم الخاصه. في الاخر كي هي اللي غتاخذ القرار وكتقرر تبقى مع الفيشرز. ولكن بالليل تيو كيكتشف واحد السر خطير، الفيشرز هما اللي دبروا الموت ديال جوليان الطليقه ديالو، والسبب انهم باغيين يستغلوا كي والبيبي ديالها لمصالحهم الخاصه، وحتى باغيين يقتلوا تيو. في ديك اللحظه تيو كيدير خطه باش يهرب مع كي والقابله ديالها مريم، حيت الفيشرز ما بقاش فيهم ثقه. خصو دابا يحميكي ويهربها من هاد الفيرما. كيدخل عندهم وكيقول لهم الحقيقه اللي صعيب تسمعها. الناس اللي تقتي فيهم غدروك، خصك تنساهم وتهرب. وكيقنعهم يهربوا معاه. كيخرج من الدار في السريه وكيدير واحد الحركه ذكيه، كيخرج بهدوء من الفيرما وتمشي يخسر كاع الطوموبيلات باش الفيشرز ما يقدروش يتبعوه. صدقوا تابعينه بالجرا ولكن كان يقدر يهرب. كيجدوا الطريق وكيقرروا يمشيو عند غاسبير الصديق ديال تيو، حيت الدار ديالو بعيده وما كيعرفها حد. غاسبير كيتفاجئ يشوف كي حامله، ولكن كيقرر يساعدهم. كيدير لهم خطه باش يوصلوا لواحد السفينه سميتها تومورو اللي كتنتمي لمجموعه علميه كتسمى هيومن بروجيكت، وهما الوحيدين اللي يقدروا يساعدوا كي والبيبي ديالها بصدق. ولكن للاسف الفيشز كيتبعوه وكيكتشفوا الدار ديال غاسبير، وفي الصباح كيطلقوا عليهم الانذار. تيو كيحاول يهرب مع كي والمليان، ولكن غاسبير كيبقى اللور والفيشيز كيقتلوه. هاد اللحظه تكون صادمه لتيو، ولكن ما عندوش الوقت يبكي، خصو يكمل المهمه. من الرغم من الالم ديال الرحله ومن كاع المعاناه والموت اللي شافها، خصو يكمل باش يلقى حل لكي وللبشريه. يقدروا يوصلوا لواحد المدرسه مهجوره، فاش كيدخلوا كيجي عندهم واحد اللي كيتسمى سيد وهو موظف في الهجره. الخطه ديالهم انهم يديروا راسهم حراقه باش يقدروا يوصلوا السفينه بلا ما يشك فيهم حد. ولكن الرحله للمعسكر والمخيم ديال اللاجئين كانت كابوس.
الجيش كيتعامل بوحشيه مع الحراقه وكي قربت تولد. مريم اللي كانت طبيبه النساء قبل الازمه كتساعدها. في واحد اللحظه كيتوقف الطوبيس واحد الموظف كيشك فيكي. مريم كتضحي براسها وكتعمل راسها مجنونه باش تبعد الشك عليهم وكيشدوها، ولكن تيوكي كيقدروا يكملوا الرحله. في الاخر كيوصلوا لواحد المكان خربه وكي كتولي تولد وسط الالم. تيوكا يعاونها وكتولد اول طفل في العالم من بعد 18 عام. النتيجه طفله زوينه كتعطي الامل للبشريه كامله. ولكن المشاكل ما سالاتش. الفيشرز دخلوا للمدينه والجيش الوطني عيطوا لهم باش يرجعوا النظام. برا كاينين مظاهرات واحداث اطلاق النار كتوقع. تيو حاول يخبي الطفل ديال كي عليهم، ولكن في الاخر شافوه. ماريشكا حاولت تقنع تيو كي ما يمشيوش مع سيد حيت هو انسان خيب، ولكن سيد هددهم بالمسدس. في الحقيقه سيد كان باغي يسلم تيوكي باش يربح الفلوس. ماريشكا هاجمت سيد والثلاثه هربوا بصعوبه وسط الفوضى واحداث اطلاق النار في الشارع. قدروا يوصلوا لعائله ماريشكا اللي اعتنت مزيان بالطفل وكي، وافقوا انهم يساعدوهم باش يوصلوا للقارب. حطوا كيف كرسي متحرك وجروا بها للشارع. الازقه كانت في حاله فوضى والرصاص كان تيتشاير في كل بلاصه وهما كيحاولوا يوصلوا للقارب، ولكن قبل ما يقدروا يوصلوا الفيشيس خطفوا كي وقتلوا واحد من افراد عائله ماريشكا. الفيشيس تعرضوا للهجوم من القوات البريطانيه وماريشكا وتيو قدروا يهربوا. وسط اطلاق النار والانفجارات تفرقوا. تيو بدا كيدور بين البنايات كيقلب على الطفل ومن بعد طلع الفوق ولقى كي مخبيه مع الطفل ديالها كتبكي في واحد الزاويه وسط الجوتات واشخاص مصابين. من يخرجوا اخيرا كل شيء شاف الباب ولا مذهول. اطلاق النار والانفجارات كلهم وقفوا والناس شافوا الطفل وبداو كيتفرجوا فيه باندهاش. واحد الجندي امر الجميع باش يوقفوا اطلاق النار والبعض ركع وبدا تيبكي. غير تيو كيهربوا بدا عاوتاني اطلاق النار من جديد، ولكن مع شويه ديال الذكاء تيو كيقدروا يهربوا في واحد الباطو وكيشدوا الطريق للسفينه ديال تومورو. للاسف تيو كيتصاب بالقرطاس داك الحرب وكيبدا ينزف. بالرغم من هادشي كامل كيستمر باش يعلم كي شنو دير باش تعتني بالبيبي. وقبل ما يموت كيقول ليها تسمي الطفله ديلان على اسم ولده اللي مات. في الاخر والطفله ديالها كيوصلوا للسفينه وهنا كيسالي الفيلم الصوت ديال الضحك ديال الاطفال اللي كيعطينا الامل بان البشريه غادي ترجع لحياتها الطبيعيه. هذا الفيلم اصحابنا راه رساله على الامل والشجاعه، وحتى ان في اسوأ الظروف الامل ديما موجود. ديروا لايك وتعليق الى عجبكم الفيديو، ولا ما عجبكمش الفيديو شكرا راكم وصلتوا حتى الاخر.